إذا ضيعت من إيدك فرصة الاستثمار في أول طرح لأي مشروع ما تضيعهاش من إيدك تاني مرة، وإذا ضيعتها من إيدك أول مرة وتاني مرة ما تضيعهاش تالت مرة، لأن عند اكتمال المشروع وزي ما حصل في كل المشاريع اللي خلصت واتسلمت الزيادة على رأس المال بتكون مضمونة بنسبة 100%، ومعدل الخسارة بيكون صفر إذا اشتريت واستثمرت في أول مرحلة أو في الوقت الصح قبل تسليم المشروع او قبل ما المطور يخلص الافيلابيلتي بتاعته، لان مفيش مطور عمره نزل تاني مرحله بنفس سعر اول مرحله، ولا في مطور عمره نزل تالت مرحله بنفس سعر تاني مرحله. وكمان ده راجع لكذا سبب. اولا اسعار الخامات والموردين بتزيد بنسبه معينه كل 3 شهور، والزياده دي لا يمكن تقف. وكمان اسعار الاراضي وتقييمها في السوق وفي البنوك بتزيد، والفايدة عليها أكيد بتزيد. وكمان المطور لما بينجح في بيع أول مرحلة ويشوف الناس كتير والطلب على المشروع كان كبير، فبيكون الوقت المناسب لزيادة أرباحه وتعويض السعر الجذاب اللي كان حاطه في أول مرحلة عشان يجذب الناس ويلفت الانتباه للمشروع بتاعه ككل. فعشان كده بقولك وبأكد إن أول مرحلة دايما هي أحلى مرحلة في المشروع بالنسبة للسعر. ولو عاوز تتأكد من كلامي هراهنك تجيب لي مشروع واحد اتسلم في دبي وبيتباع بخسارة او اقل من سعر الاصل بتاعه، وازيدك من شعر بيت هات لي اي عقار سعره في السوق اقل من سعر الطرح بتاعه انا باخده منك فوري وكاش. اي عقار في دبي، اي منطقة في دبي، اقول لك على اقوى من كده كمان هكسبك فيه واعطيك سعر اعلى من اللي انت طالبه. اتواصلوا معايا، ولو عندك اي استفسارات اعمل لايك وفولو عشان يوصلك دايما كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي. مع السلامة.